لو عايز تشوف السحر بجد بص على برايتون. مالك النادي ده اسمه توني بلوم. الراجل ده اصلا مقامر محترف وخبير احصاء. عامل لنادي برايتون خوارزمية سرية ممنوع حد يشوفها، قاعدة بيانات فيها أكتر من 100,000 لاعب. الخوارزمية بتاعتهم بتدور على حاجة اسمها The Undervalued Player، يعني لاعب إمكانياته جبارة بس سعره لسه رخيص. زي مويسيس كايسيدو اشتروه ب4.5 مليون باوند وباعوه ب115 مليون لتشيلسي. الخوارزمية مش بس بتقول اللاعب ده حريف، دي بتتوقع هو هيتأقلم مع رتم الدوري الإنجليزي السريع ولا لأ. عشان ابسطها لك، الخوارزميه بتستخدم نماذج معقده زي الفي اي اي بي. ده نظام بيدي درجه لكل حركه بيعملها اللاعب. هل التمريره دي زودت فرصه اننا نجيب جول ولا كان باس لورا ملوش لازمه؟ البريدكتيف موديلنج، الذكاء الاصطناعي، بيحلل تاريخ اصابات اللاعب وحالته البدنيه، ويقول للمدرب اللاعب ده ممكن يتصاب بعد 3 ماتشات فبلاش منه. أندية زي السيتي عندها أقسام كاملة لعلوم البيانات، فيها علماء فيزياء كانوا شغالين في وكالة ناسا. متخيلين الكرة وصلت لفين؟ في النهاية كرة القدم ما بقتش مجرد جري ورا الكورة، دي بقت حرب تكنولوجية. النادي اللي مش هيواكب العلم هينتهي بيه الحال وهو بيتفرج على الكبار من بعيد. انتوا بقى ايه رأيكم؟ هل الداتا والأرقام بوظت اللعبة ولا ده التطور الطبيعي للحاجة اللي بنحبها؟ اكتبوا لي في الكومنتات مين أكتر لاعب حسيتوا إن صفقة داتا ناجحة، واشوفكم في فكرة جديدة وفيديو جديد. سلام.